ديت بقى ايه، السلام عليكم. انما المهلبيه، المهلبيه ديت بقى بالايه، بالمانجا. شوفوا حلوه ازاي. شوفوا ديت اول، دي في اول الفيديو اهوت، مهلبيه بالمانجا بالخرطه اهي. محطوط لها حاجه بقى، حاجه جميله، وحاجه كده تطرع في الحر، وحاجه مسكره وجميله، ما فيش احلى من كده. ما شاء الله على حلاوتها وجمالها. اللي هيعملها ودوقه هيشكرني بقى، وقول الشيف الفاطمة ايه الحلاوة بتاع الشيف فاطمة دي، وايه الجمال دي. الله، والله على الحلاوة والجمال دي. ايه اهي معمولة اهي ومقطعاها اهي. هنبتدي بقى في المكونات. اه شوية كوباية مية، اه 3 معالق سكر. دي في الاول بقى اللي انا هحطها في الايه، في عرية الصينية. 3 معالق سكر و3 معالق نشا، وهدوبهم في بعض. 3 معالق 4 معالق زي ما الواحد عاوز ايه يحط. وهدوبهم في بعض بالنشا قبل ما احطهم على النار. وبعدين احطهم على النار لما يبقوا ايه نشا، بس ما يبقوش نشا، ما يبقوش ايه مهلبية يعني زي اللي بنبن، لا. هتبقى مهلبية زي ايه، هي حاجة بس كده في القعر الصينية بس، عشان المانجا ما تلزقش في الصينية. اه كده الوقت هتمسك المهلبية، وانا عاملة جايبة بسكوتة، تقريبا بسكوتين هرساهم وحطاهم في قعر الصينية. هرسى البسكوتين وحطاهم في قعر الصينية، ودهن الصينية زيت قبل ما احط البسكوت عشان ما يلزقوش. اما اجي اقطع خرطة بخرطة يبقوا ايه ما يلزقوش في الصينية. دي المهلبية اهي. هن هنعملها بقى وتمسك. كده تمام. مسكت اهي المهلبية. تمام كده اهو. مهلبية بقى دي بقى بتاع الوصفة دي، يبقى جربوها بقى ودوقوها، ودوقوا حلاوتها ودوقوا جمالها. مش مكلفة المانجا، في البيت الناس كلها بتجيبها الوقت، والمانجا موجودة وما بتكلف، مش مكلفة. السكر موجود، النشا موجودة في البيت. حاجة اقتصادية على قد الإيد. المانجا موجودة في التلاجة، والله في التلاجة ما بتمنع. اهي تمام كده. تنشي من غير لبن ومن غير أي حاجة، نشي وسكر ومية. دي هيتحط في ايه عشان قعر الصينيه كده، المهلبيه بتاع المانجا ما تلزقش في الصينيه. هي خلاص كده اهي. مسكت خلاص اهي. هشيلها بقى واقوم ايه، حاطه البسكوت، وانا دهنه الصينيه زيت. حاطه البسكوت وكبها على طول في الصينيه، او البسكوته مكسراه وحطاه. اقوم حاطه بقى ايه بتاع المهلبية بالمية على طول في ساعتها، مش بلبن ولا حاجة. ولو في لبن موجود مش مشكلة، عادي برضو. انا لو كان عندي لبن كنت حطيت لبن، بس انا ما كانش عندي لبن متاح، عملتها كده. يعني قلت اقتصادية على قد اليد اهي. هحط بقى شوية زبيب وشوية بشر اهم، في فرق بينهم وبين بعضهم. وما اخلص بقى المانجا هقطعها بقى واعملها في الخلاط، واعملها بالكاستر. انا هعمل المانجا دي مهلبيه بالكاستر. المانجا الصفرا ديت اللي انا حطاها في جنب دي، انا هحطها هتبقى زين مش زي ايه بها الوش على الصينيه. وانا بقطع المانجايات وهعملها في الخلاط، وايه ايه واعملها مانجا بقى. هت- احلى ايه، احلى مانجا مهلبية مانجه، واحلى صينية مانجه والله. اللي هيعملها وجربها ما هيبطل عمايل فيها، وحلاوتها وطعمها وجمالها. اهي في الخلاط اهي. انا حطيت لها 4 معالق سكر وحبة مية، يعني قيمة نص كوباية مية، وبصفاها اهو. وهعمل بقى المانجا ايه، مانجا طبيعية، ما حطتش يهم ده نص بس عشان الخلاط يمشي. ما جرالوش حاجة عشان ما تبقاش تقيلة عليها، لان هي كانت طالعة من التلاجة من الفريزر. دي كاستر، ماهوش نيش، دي كاستر. معلقتين كاستر اهو. هندوبهم بقى على البارد برضو، والسكر برضو على البارد متحط في الخلاط، او انا حطيته دلوقتي. وهندوب بقى. انا حاطه 4 معالق سكر، ليه. وندوب بقى على البوتاجاز اهي.
وهتبقى احلى مهلبيه بالمانجا. ربطت اهي. هنحطها بقى ان شاء الله كده على الصينيه، على المهلبيه اللي انا عاملاها، وحاطه فرقه بينها شويه زبيب وشويه بشر جوز هند اهو. وهنفرد بقى ونحطها بقى، نفردها ونوضبها كده، ونفردها ونسويها، ونحط على وشها بقى المانجا اللي انا مقطعاها على الوش. واحلى مانجا واحلى والله، في منتهى الجمال والروعه. ابقوا جربوها ودوقوها وقولوا رايكم في التعليقات. حلوه ولا مش كويسه؟ عرفوني اذا كانت حلوه عجبكم ولا لا. عاوزه التعليقات، وعاوزه اللايكات توصل ل100,000 لايك. ماشي دي تحلية بالمانجا، يعني تحلية بالمانجا. تحطها في التلاجة كده وتطلع بالخرطة كده. ما شاء الله على حلاوتها، ما شاء الله على الحلاوة والجمال. الشيف فاطمة ده شيف فاطمة، ما شاء الله. كده اهي وقت، واحطها في التلاجة لما تسقع شوية، واقطع منها بقى. هوريها لكم ان شاء الله. انا مقدم الفيديو في الاول وانا مقطعاها كده تمام. هنحطها في التلاجة بقى. والفيديو خلاص خلص كده. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مع السلامة، باي باي.